صباح الخير. ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة ايس كريم بالفواكه بتاعة الموسم، بس باتنين مكون بس. وهنعمله بقى بالايس كريم الاصلي. هتشوفوا بقى الطعم وشايفين الشكل. ممكن تعمليه بولات وممكن تحطيه او في الكاسات. وعارفين بقى الجو الحر ده محتاج بقى الايس كريم. هنبدأ دلوقتي مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا فايزة عبد الله. هنبدأ دلوقتي مع بعض بالمكونين. طبعا احنا عارفين أول حاجة احنا عملناها قبل كده اللبن المكثف، عملناه قبل كده. لو انت مش عاملاه وعايزة تجيب اللي هو الجاهز، ممكن معانا اهي العلبة. بس أنا عاملة اللي هو بتاع البيت برضو بمكونين، وجايبة الجاهز وعملت بالكريمة اللباني. لو مش عندك برضو هنقول البديل بتاعه اللي هو الكريم شانتيه البودر والمية المثلجة. هحط كده العلبة بتاعة الكريمة اللباني كلها. طبعا بتكون محطوطة الأول ساقعة في التلاجة حوالي قبليها بنص ساعة أو بساعة. هضربه شوية مش كتير بحيث ان هو ما يجمدش، وبعدين هروح حط عليه اللبن المكثف. هحط كل الكمية اللي أنا عاملاها في البيت والعلبة، لأن هي العلبة حوالي 400 جرام والكمية اللي أنا عاملاها برضو 400 جرام. حطيت الكمية كلها على العلبة اللي هي اللتر ده بعد لما أنا ضربت حوالي قد 3 دقايق قبل ما يجمد الكريمة. هحطيت الفانيليا عليها، وبعدين معايا العلب هحطها بقى في الفريزر. ده حطيت كده الفانيليا في العلبة، هغطيها طبعا كويس. عندي المانجا، يعني المانجا الطبيعية من غير لا ألوان ولا أي حاجة. أنا حطيت المانجا هرستها كده بالهاند بليندر أو بالشوكة، وبعدين حطيت عليها الكريمة. بصوا قلبتها بالشكل ده. عايزة تحطي عليه لون ممكن عشان تغمقي اللون بس، فأنا حطيت نقطة بس من اللون اللي هو الأورنج شوية، يدي اللون المانجا شوية بسيط جدا. هقلبه كده برضو هغطيه. هعمل اللي هو بالشوكليت. حطيت كده معلقة كاكاو واحدة عشان ما يبقاش مدي مرارة كتير، وحطيت معلقة من النوتيلا. حطيت كده الكريمة على الشوكليت. الشوكليت حلوة جدا جدا اللي هي بالنوتيلا. هقلبها برضو كويس وهغطيها برضو تتقلب كده اللي بالشوكليت. هحط كده في اللي هي بتوع الايس كريم اللي هم الجاهزين، ولو هم مش متوفرين ممكن تحطي في كوبايات اللي هي الصغيرة بتاعة الكافيه. هغطيهم كده بالفويل. دي في اللي هي الستيكس بتاعتها هي موجودة، بس أنا هحط اللي هي العيدان الخشب بالشكل ده. هحطها برضو في الفريزر، بس للأسف دي اتاكلت على طول فما اتصورتش لما خلصت. هعمل النوع اللي هو الرابع. ده الكريز أنا عاملاه قبل كده في البيت. حطيت شوية أو البلو بيري، ده بيبقى طعمه خطير جدا، واللون بتاعه بقى اللي هو الموف كده أو البيربل زي ما شايفينه كده. قلبته كده كويس. معاه القطعة بتاعة الفاكهة. شايفين هو الحقيقة الكاميرا ظلمة اللون شوية. برضو هغطيه. هعمل النوع الخامس. في علبة كده اللي هو بزبدة اللوتس. حطيت شوية بعدين سيحت حبة من زبدة اللوتس كده وحطيتها كده على الايس كريم. وهحط كسر كده من البسكوت اللوتس يدي طعم حلو جدا. هقلب شوية بعدين احط شوية كده على الوش. برضو هغطيه. بصوا ده كده اللي هو السادس اللي هو هيبقى بالفراولة. عندي الفراولة في الفريزر مثلجة. عملتها برضو بالهاند بليندر ورحت حطاها برضو. زودت نقطة لون أحمر، هو طبعا اللون حلو جدا، بس حطيت معاه قطع كده من الفراولة. شايفين الشكل بتاعها حلو جدا الحقيقة، والطعم بتاعها حلو قوي. طبعا التيست بتاع الفراولة برضو. هغطيها برضو. شايفين الشكل ده. حطيت عليها على فكرة قطع من المربى لما حسيت ان هو اللون خفيف شوية، فحطيت قطع من المربى الفراولة.
برضو هحطها ده اللي هو السابع اللي هو بزبدة الفستق. حطيت عليها برضو قطعة من زبدة الفستق كده، سيحتها برضو، سيحتها كده في الميكرويف او حمام مائي، وحطيتها زبدة الفستق، وبعدين حطيت عليها الفستق المجروش بالشكل ده كده. هنحطهم طبعا في الفريزر زي ما شايفين كده، هيتحطوا بقى حوالي مش اقل من 8 ساعات علشان يعني يتماسكوا او يتلجوا، وبعدين هطلعهم لكم بقى تاني نشوفهم مع بعض. في جزء عندي انا عملت بقى الشوكليت كده خام، بس هي باللبن، انا قطعتها هعملها على الحمام بخار في كذا واحدة. انا عملتهم في الكوبايات عشان يبقوا باينين، اللي هي الكوبايات بتاعت زي كوبايات الايس كريم بس صغيرة بتاعت كافيه اصلا. سيحت كده على حمام بخار، حطيت عليها سوداني مجروش، وحطيت عليها معلقة زيت واحدة. بصوا دي اللي انا عملتها في الكوبايات الصغيرة، ده لو حد مش متوفر عنده اللي هم بتوع الايس كريم. بصوا انا حطيت عليها الشوكولاتة الخام اللي هي بالفول السوداني، الشوكولاتة السايحة. بصوا بالشكل ده حلوة جدا جدا الحقيقة. هنجيب بقى بقية الايس كريم، طلعت كده الفانيليا، شايفين ماسك ازاي، والمانجا والبلو بيري. بصوا عملتها معانا كده السكوبس الايس كريم او معلقة الايس كريم. شايفين لما هطلع كده بقى بالمعلقة، ممكن نحط بقى في البولات او نحط في الكاسات. هحط كده بقى في الكاسات تبقى مشكلة بالفانيليا والبلو بيري وبالمانجا. هعملهم كده كلهم، واعمل كمان البولات اللي هي البسكوت، شايفين الشكل بتاعها. وتحطي بقى عليها الصوص اللي انت عايزاه لو حابة اي صوص عليها، وده الشكل النهائي بتاعها. هتعمليه في البيت اوفر كتير، وانت ضامنة انت عاملاه في البيت. وهنعمل منه بعد كده حاجات كتيرة. هنعمل برضو الكاساتة الايس كريم. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير، وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وإلى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.